Summer Glow Up. السلام عليكم. بما ان الصيف بدأ فاغلبنا بنفكر في السمر جلو اب، ندور على منتجات وبنشوف فيديوهات كتيرة قوي وبنقول اكيد محتاجة فلوس عشان ابقى احسن، بس الحقيقة لا. انا اكتشفت ان في حاجات بسيطة جدا ممكن تعمل فرق كبير سواء معاكي فلوس او لا. اول خطوة هي نظفي حياتك قبل بشرتك. حطولي بجد على الخطوة دي أو على الكلمة دي 3 خطوط مثلا، لأنها مهمة جدا جدا. عارفة لما اوضتك تبقى متكركبة وانتي أصلا مش عارفة تلاقي الحاجة اللي انتي عايزاها؟ نفس الإحساس ده بيبقى جوانا. خدي نص ساعة بس رتبي فيها سريرك، مكتبك، أو ركن صغير عندك في الأوضة. هتحسي براحة غريبة وهتبدأي يومك بطاقة أحسن. حتى لو انتي هتروقي بالليل في أي وقت فانتي هتحسي بطاقة كده وشغف. فجأة كده هيجيلك تحسي ان انتي عايزة تقومي تعتني بنفسك، تعملي أي حاجة. بجد لازم تعملي الخطوة دي. تاني خطوة وهي اعتني بنفسك على قد إمكانياتك. يعني ايه جنات؟ يعني أنا لو معايا منتجات عناية هستخدمها، ما عنديش هستخدم برضو المتوفر عندي والحاجات الموجودة عندي، زي مثلا غسول بس هستخدمه بس باستمرار. أصحى الصبح أغسل بشرتي، أو لو حتى صابونة بس تنتظمي عليها. ولو معكيش كل ده انتي ممكن تغسلي بشرتك بس يوميا. دي نظافة يومية لازم تعمليها كل يوم، حاجة بجد بتحسن بشرتك جدا، وهي شرب المية، وده أهم حاجة أصلا. لازم تشربي مية مفيدة لبشرتك، لجسمك، لشعرك، مفيدة لكل حاجة. لو مش معاكي منتجات أو برودكت للبشرة للشعر للجسم أيا يكن، فلا ما تأنبيش ضميرك وتأنبي نفسك وتقولي لازم يكونوا معايا فأنا مش ههتم بنفسي. لا خالص، بجد الحاجات اللي قلتها لك دي اللي هي للبشرة، تشربي مية، تغسلي بشرتك حتى لو بمية بس كل يوم، تشطفي بس بشرتك، فبجد ممكن الحاجات دي يعملوا فرق كبير قوي أكتر ما انتي متخيلة. ما تخليش السوشيال ميديا تقنعك ان الجمال لازم يكون غالي. تالت خطوة اعملي حاجة لنفسك كل يوم. اقرأي كام صفحة من اي كتاب عندك. لو ما عندكيش كتب ورقية تقدري تقرأي منها على النت عادي. تحفظي سورة من القرآن او حتى تحفظي آية كل يوم تقوليها. واهم حاجة ان انتي تكتبي اهدافك اللي انتي نفسك تعمليها واي حاجة انتي نفسك تحققيها، اهدافك كلها اكتبيها. تعلمي مهارة جديدة زي الكروشيه، زي الطبخ، زي الرسم. في حاجات كتيرة قوي، لأن البنت لما تكون شايفة نفسها بتتطور وواثقة من نفسها ده بيبان على وشها فعلا. رابع خطوة بطلي المقارنة وانهيها خالص. أكتر حاجة بتضيع أي جلو أب إن انتي كل شوية تبصي لأي حد غيرك. احنا كلنا مش زي بعض، كلنا مختلفين. يعني ممكن تكون البنت دي عندها حاجة أحلى منك وممكن انتي تكوني عندك حاجة أحلى منها، فبدل ما تركزي على مين أحسن ركزي انك تبقي أحسن من نفسك امبارح. خامس خطوة خلي عندك عادة صيفية، زي ان انتي مثلا ممكن كل يوم تتمشي 10 دقايق، أو إن انتي تهتمي بزرع، تجيبي زرع كتير، صبار، ورد، أنواع كتيرة وتستهمي بيهم وتسقيهم. تكتبي أهدافك أو تكتبي يومياتك، روتينك ماشي ازاي، عملتي فيه ايه، أو إن انتي تتعلمي حاجة جديدة زي ما قلتلكم مهارات من شوية. مش مهم العادة نفسها، المهم إن انتي يكون عندك حاجة تخلي الصيف ده مختلف. وفي النهاية سمر جلو أب أو أي جلو أب حقيقي مش بلون بشرتك ولا بمنتج ولا فلتر على الكاميرا. سمر جلو أب الحقيقي إنك تبقي مرتاحة مع نفسك وتكوني منظمة وبتحاولي تبقي أحسن نسخة من نفسك وبتحاولي تبقي نسخة أحسن منك كل يوم. آخر خطوة وهي الخطوة السادسة، إن انتي تبقي صريحة مع نفسك. هاتي كشكول وهاتي قلم أو ورقة وقلم واكتبي فيهم مميزاتك وعيوبك، وتحاولي تصلحي من نفسك وتبقي أحسن نسخة منك. مش ان انتي تقارني نفسك مع حد وتقولي ان ده كويس تبقي نسخة منه تبكل، او تشوفي حد تاني تقولي لا انا عايزة ابقى زيه ومميزاتي كذا، بقى حلوة زيه ومش عارفة ايه. لا، انتي لما تعرفي عيوبك بس لازم تكتبي عيوبك بصراحة. اكيد كلنا عارفين عيوبنا ايه. لما تكتبي عيوبك بصراحة تحاولي ان انتي تحسني منها فهتبقي احسن نسخة بجد. ولو وصلتي لحد هنا من الفيديو اكتبيلي في التعليقات الصيف ده هيكون مختلف. بس كده بيكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى بجد من كل قلبي ان يكون عجبكم واستفدتوا منه. بجد لو مشيتوا على الخطوات دي هتبقوا كده احسن نسخة من نفسكم. وانا ذات نفسي بحاول اطور من نفسي واعمل الحاجات دي. حبيت افكركم ان انا عملت قناة جديدة على الفيسبوك، روحوا اشتركوا فيها، هسيب لكم الرابط بتاعها في اول كومنت وفي الوصف.
بحبكم جدا جدا جدا. استنوا باقي الفيديوهات. بس كده، السلام عليكم، باي.